عون من الله وتجسيدا لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا سيرتفع اليوم على أرض الشرقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية. على عرضك يا غير نتمنى انه يجي نهار نعوضوا هذا العالم وارضنا محرره باذن الله، ما نتفقدوا شبر واحد منها. مازال يجي نهار تشرق علينا شمس الحريه، تجبر القنوات الفضائيه في العالم كامل والصحافه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية مجد وخلود لشهدائنا الأبرار، تحية مجد للمعتقلين السياسيين وعلى رأس مجموعة جريمسيك. متحدث معكم بريك بواهي. تعرضت اليوم لاختطاف من طرف دولة الاحتلال المغربي. داوني سابق المغرب من عند سوق نموذجي في دريدة هون في مدينة العيون، وداوني بسيارات مدنية وكانت معهم سيارة الشرطة. سابق ما يختطفوني لمحت سيارة أمامهم للأمن الوطني المغربي فيها شرطة بزي مدني. والسيارة اللي رفدتني سيارة نوع داسيا دوسر فيها 4 بزي مدني أيضا. وداوني إلى حوالي بين طريق الحقونية وتشيرة حوالي ب8 كيلومتر أو 9 للعيون تل الواد، وتعرضت لأسوأ أنواع التعذيب والإهانة. وحتى ساق ما يبداو تعذيبي ويوثقوا فيديوهات، وكانوا معدلين لايف مع شخص أنا ماني عارفه، لأنه يقولوا يعدلوا كذا، يقولوا ما سمعتك، ويعدلوا الأمر من خلال تلقيهم اللايف، لأنهم معدلين لايف ومعدلين حتى الإذاعة، وفسخوا الباسي كامل. ما صوروني فيديو ماني لابس شي، وفرضوا علي نقول ياسر من الكلام ما هو مارق من أخلاقي. هذا الاختطاف اللي تعرضت له، اللحظة اللي اختطفوني وسط السيارة، عدلوا لي باندة وقبضوا راسي، داروهم بين كرعية وداوني لهاي في طريق الحقونية وتشيرة. منين عدلوا تعذيبهم ذاك ووفاوا تعذيبهم كامل. هاي خلاوني في الواد بعيد عن المدينة ب9 كيلومتر، وبداو نعايلي، جبرت بلا نعايل، وقبضوا تليفوني ودقدقوا راه تليفوني راه دقدقوا كامل. وهذا كامل اللي خلاهم يعدلوا هاي الحالة هو دعم جبهة البوليساريو وتخليدي لذكرى 27 فبراير، هو اللي خلاهم في هاي الحالة الهستيرية اللي تعرضت له. ونوجه رسالتي لأنهم أعطوني وعد أن هذا الشيء لا يكرر دائما. يعني أي شيء يوقع لي هون قدام الدولة المغربية تتحمل المسؤولية التامة. أي شيء يوقع لي جسديا هون في المدينة، وبعد هاي ما يفعل الرجال، والله ما يفعل الرجال. ومن العيب والعار كصحراوي، ونعيش وسط الصحراويين، نعيشوا هون تحت الاحتلال 50 سنة، وإحنا وملف مدرج في اللجنة الرابعة لتصحيح الاستعمار منذ سنة 1963، ومازال تناقش قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن وفي أروقة الأمم المتحدة في كل سنة، ولا توجد حتى آلية حقوق الإنسان. هذا عيب وهذا عار. هذا باش تعرفوا علينا احنا ما خالق قانون في العالم، ولا خالق منابر حقوقية، وما خالق هيئات، ولا خالق جمعيات، ولا خالق شيء. احنا هون في عزلة للعالم، يا المنظمات ويا الضمائر الحية. رانا هون ممنوع للمتضامنين مع الشعب الصحراوي لأن يجينا، والصحفيين والبرلمانيين، وهذا دولة الاحتلال اللي تدعي الديمقراطية وترأس مجلس حقوق الإنسان راهي تعدل فينا هون. ما بغات أنا درك هون وثقوني فيديو ماني لابس شي.
وتعرضت أنواع التعذيب اللي مسائل اللي نخجل كاع على انه يقولهم، ويخجل اي انسان حرموا لنا ومسلموا لنا على انه يقولها انواع التعذيب. رسالتي للشعب الصحراوي يجي يتضامنوا معايا في ذا النوع من التعذيب اللي تعرضت له، اللي كانوا ما يطرى لي وكانوا ما يطرى لاي صحراوي في المستقبل. وهذا مولاي يتخطى مرور الكرام. داري مفتوحه للجميع. نطلب من جميع الصحراويين اللي بالتحديد اللي في مدينة العيون يجوا يتضامنوا معايا، وانا بنص حق يعذبوني ويصوروني عريان. عفريش عدلت، ما خبطت حد ولا تهجمت على حد ولا قد سبيت حد. انا ايد دعمي علانية لرائدة كفاحنا الجبهة الشعبية لتحرير ساقية حمراء ووادي الذهب. واش حبنا لجبهة البوليزاريو أصبحت جريمة، حبنا للجمهورية أصبحت جريمة. هذا عيب وهذا عار. ولا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الوطن أو الشهادة. دفة داري راهي مفتوحة للجميع. نطلب من جميع الصحراويين يسوى الحقوقيين يسوى أي مواطن عادي بصفته صحراوي يجي يتضامن معايا في هذا الاعتداء اللي تعرضت له. كل الوطن والشهادة.